عبد الرحيم المنار الإسلامي، التيارات الرافضة أيضا لهذا المسار ليس فقط من الإسلاميين، هنالك تيارات رافضة لهذا المسار بانفتاحه من جانب أجهزة في الدولة أو متنفذين في الدولة، من جانب تيارات سياسية استئصالية، من جانب شباب، كثير من شباب ومكونات 20 فبراير التي قاطع منهم عدد كبير هذه الانتخابات. يعني هنالك تيار وازن أيضا في المجتمع يرفض هذا المسار، هنالك من يريد مسارا تغييرا شاملا أو لا، وهنالك من لا يريد أي تغيير على الإطلاق والعودة بالأمور إلى سابق عهدها. كيف يمكن التخطي هذا وإليه ماذا يعتبر تحديا للتجربة المغربية؟ أولا في المغرب هناك مساحة من المشترك، هذا هو المهم بين كل التيارات التي تقصد، وهي بعض التيارات التي نسميها بالراديكالية هي محدودة وأقلية، منها من ليس له القدرة على المشاركة في الانتخابات لأنه يعرف جيدا بأنه لن يتبعه أحد. في المراحل الانتقالية هناك صراعات واضحة بين جهات في الدولة، مع هناك من هو لا زال حذرا من هذه التجربة رغم بعض الضمانات التي قدمت. هناك من ينظر إلى هذه التجربة من منظور آخر، ولكن في نهاية المطاف الكل يحتكم إلى قواعد الديمقراطية، بمعنى كان هناك نقاش كمثال على هذه الانتخابات، كان هناك نقاش كبير وكانت هناك اتهامات متبادلة، ولكن لاحظنا بأن المسلسل سار رغم بعض الهفوات ورغم بعض العراقيل وأعطى هذه النتيجة التي نتحدث عنها اليوم. تيارات أخرى، هناك بعض التيارات التي ترفض، بمعنى ترفض كل شيء، هذه موجودة ولكنها ضعيفة في المجتمع. هناك تيارات لا تشارك، بمعنى لا تشارك في اللعبة السياسية، لها ملاحظات على الدستور، لها ملاحظات على الطريقة التي يشتغل بها القوى كلها الحزبية وغيرها، ولكنها ضعيفة جدا. ولكن مع ملاحظة أن البعض بدأ يشارك. أعطي مثلا اليوم بتجربة فيدرالية اليسار كانت تقاطع، دخلت اليوم إلى وقامت بحملة انتخابية واسعة وكان لها برنامج ولها مقعدان. اليوم سنسمع خطاب آخر داخل البرلمان. إذن تجربة مختلفة فيها كل الأطياف. الإشكال اليوم هو مطروح حول النماذج القديمة. هناك نماذج حزبية قديمة يبدو بأنها تصدعت بعد نتائج 7 أكتوبر، ومن المتوقع هناك منها من قد ينقرض. لا أقول بأنه ينقرض، سيظل الاسم وهي تعيش هذا المشكل. اليوم نحن نسير كما قلت نحو قطبان، قطب العدالة والتنمية، قطب آخر يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن ترتبط به مجموعة من الأحزاب التي قد تنصهر داخله. ولكن الإشكال وهو بداية ضعف ما يسمى بأحزاب الحركة الوطنية. هذا هو الإشكال في المغرب، معنى اللعبة السياسية في المغرب غير قادرة على استيعاب قطبين فقط، هي تحتاج إلى أقطاب متعددة. الباقي لا يؤثر. وفقط أتحدث هنا فكرة عن جماعة العدل والإحسان لا ينظر إليها الكثير ولا يعرف الدور الذي تلعبه، فهي تلعب دور التوازن داخل المجتمع، دور التوازن ضد الجهات المتطرفة التي هي قليلة، فهي تلعب هذا الدور. ولكن يبدو بأن عمليات محاولة دمجها بأن تتحول إلى حزب سياسي لا زالت لا تنجح، رغم أنه بعد وفاة المرشد عبد السلام ياسين ظهرت بعض الإشارات التي تشير بأنها يمكن أن تتفاوض من أجل الدخول، وإذا دخلت ستكون هي أيضا قوة، هي قوة حاضرة. وهناك بعض المعلومات التي تقول بأنها حتى في الانتخابات وإن كانت تشير إلى المقاطعة، هناك بعض المعلومات تقول بأنها تعطي لأفرادها حرية الاختيار، وأحيانا هي تساند العدالة والتنمية رغم الاختلافات ورغم أنه. لكن التيار الرافض لهذا المسار الإصلاحي في الدولة، ما مدى قوة هذا التيار وإلى أي مدى يمكن أن يعرقل؟ لأنه في النهاية هنالك سقف، وهذا السقف لو لم تتعاون الدولة مع أي رئيس حكومة منتخب فلن يكون هنالك أي تغيير أو أي إصلاح أو أي شيء بالنسبة للمغرب. فإلى أي مدى هذا التيار مستعد لأن ينجح هذه التجربة أو أن يعرقلها؟ دائما في المغرب هذه العبارة وجود مقاومات. عبد الرحمن اليوسفي كان يشتكي من هذه المسألة،
وأيضا عبد الإله بن كيران من خلال من يتابع حملته الانتخابية هو يشير بأن هناك مقاومة، ولكن في نظري أنها تضعف، بمعنى تضعف مع الزمن. آخر مرحلة هي هذه المرحلة التي وصلنا إليها الآن. الكل الآن بات مقتنع بأن المسلسل الديمقراطي يجب أن يتطور، يجب الحفاظ على التجربة، يجب الحفاظ على الاستقرار. لا ننسى بأن المغرب نظم انتخابات في وسط أو مناخ أو سياق إقليمي مضطرب. هناك اقتناع، وأعتقد بأنه عادي في المراحل الانتقالية من يدرسها دائما تكون هناك بعض العقبات يتم تجاوزها، بمعنى يتم تجاوزها من خلال ماذا؟ من خلال النتائج التي يقدم. ولكن الإشكال اليوم سيطرح في المغرب بصيغة أخرى. التجربة التي مرت فيها 5 سنوات كانت هناك حكومة العدالة والتنمية، ووقع فيها انقلاب، أقول هنا انقلاب حزبي من طرف حزب الاستقلال، ودخلت أحزاب أخرى. الإشكال وهو المقاومات التي تأتي من عالم الاقتصاد، بمعنى الذي قد يكون في تجربة ال5 سنوات الماضية كان غير مقتنع بتجربة العدالة والتنمية. لا نعرف ماذا سيكون عليه الوضع اليوم، لأن بن كيران نجح في قيادة المسلسل، ولكن كانت هناك مشاكل كثيرة في التدبير. هو يقول بأنها مرتبطة بجهات تعرقل هذا المسار، ولكن أعتقد بأنها ستخف الآن، لأنه اليوم بات واضح بأن كل الأطراف تلتقي رغم الاختلافات على أن هذا المسلسل يجب أن يستمر، لأن هناك مخاطر كثيرة هي تهدد هذه التجربة، خاصة مخاطر خارجية. المخاطر في المغرب ليست داخلية، ولكنها مخاطر خارجية تهدد هذه التجربة التي ينظر إليها نموذج. حتى بالنسبة للقوى الغربية فهي تنظر إليها كوصفة يمكن أن تقدم إلى تجارب أخرى. نحن تقدمنا عن التجربة التونسية، كان هناك لدينا من يقلد، بمعنى يحاول أن ينقل تلك المشاهد سواء هذا الطرف أو الطرف الثاني، ولكن أعتقد بأننا تقدمنا عن هذه التجربة. بل أكثر من ذلك، بعض المعلومات تقول بأن العدالة والتنمية رغم هذه العلاقة التي لا زالت تثير بعض الإشكالات مع حركة التوحيد والإصلاح، ولكن يبدو بأنها ضعفت. طيب، دعنا أيضا نتوجه إلى عمان وضيف